أهلا ومرحبا بكم أصدقاء قناة على المنصة مع أحمد حواش، القناة اللي بتقدم لكم كل ما هو مختص بعالم القانون بشكل بسيط وعملي. كل اللي عليك إنك هتعمل اشتراك للقناة أول حاجة وتجهز مشروبك المفضل، ويلا بينا نفهم مع بعض معلومة قانونية. الفيديو بتاع النهاردة هو يعتبر مطلب جماهيري وأكتر المواضيع اللي بتجيلنا فيها أسئلة واستفسارات، وهو التعديلات الجديدة اللي تخص قانون الأسرة. ناس شايفة إن دي تعديلات إيجابية وهتفيد المجتمع والأسرة، وناس تانية شايفة إن هي محتاجة بعض التعديلات، وإحنا بدورنا هنعرض لكم التعديلات زي ما هي وإنتم عليكم الحكم. خليني بس أقول لكم في البداية إن لازم بين فترة والتانية يحصل تعديلات بخصوص موضوع الأسرة بالذات، وخاصة إن في تعديلات وتغييرات كتيرة إحنا بنقابلها، لازم تكون واضحة أكتر وتنتظم بشكل أكتر. وعشان كده أهم حاجة بيكون التعديلات دي صادرة بشأنها إن هي تحافظ على الأسرة المصرية، وإن هي تضمن الحماية لكل من الطرفين، الزوج والزوج. أما بالنسبة للتعديلات اللي موجودة عندنا في الوقت الحالي وإحنا في بداية سنة 2025 واللي لسه ما زالت مشروع ولسه ما توافقش عليها بشكل نهائي، كانت بتضم أهم التعديلات اللي موجودة، وهي أول حاجة النفقة وسرعة تنفيذ أحكام النفقة. ودي بصراحة كانت من أكتر المشاكل اللي بتواجه الست اللي بتاخد أحكام وما بتعرفش تنفذها. عشان كده القانون في التعديلات الجديدة بيحاول إن هو يقلل فترة تنفيذ الأحكام بالنسبة للست، بحيث إن هو يساعدها في إنها تحصل على النفقة بتاعتها في أسرع وقت. ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي مفيش خلاف عليها وإن هي مطلب من الكل. تاني تعديل، والتعديل ده أثار جدل كبير جدا، وهو إن هيستحدث صندوق للأسرة، والصندوق ده هيكون خاص بالمشاكل اللي بتواجه الأسرة. بيبقى كل دوره إن العريس أو الزوج أثناء كتب الكتاب بيدفع مبلغ معين في الصندوق ده، والصندوق بيتولى كل المشاكل اللي بتقابلها الست والأطفال لحد لما تتمكن من الحصول على النفقة أو الحكم الصادر ليها من المحكمة. في فترة كده الست المفروض إن هي ما يكونش ليها عائل، ففكرة الصندوق ده إن هو هيتدخل بشكل مباشر بإن هو يصرف لها نفقة لحد أما تبتدي إن هي تصرف النفقة بتاعتها. وفي ناس شايفة إن ده حل إيجابي ومرضي، وناس تانية شايفة إن ده هيكون عبء كمان زيادة على الزوج، ولكن إحنا بنعرض والحكم ليه. وتالت تعديل معانا مهم برضو وهو موضوع الطلاق الشفهي، وده طبعا موضوع مهم جدا لأنه بيطلب إن ما يعترفش بأي حالة من حالات الطلاق طالما ما تسجلتش، وده علشان يضمن هنا حق الزوجة والأطفال. أما بالنسبة لرابع تعديل وهو خاص بالاستضافة، ودي حاجة لصالح الأب بحيث إن هي تمكنه بإن هو يقعد وقت أكبر مع الطفل أو صغيره، علشان يبقى فيه تواصل بين الأب وأطفاله حتى بعد الطلاق. الموضوع ده برضو من ضمن المواضيع اللي أثارت الجدل بين الناس. في ناس شايفة إن ده حق مشروع للأب، وفي ناس تانية شايفة أو خايفة من إن يستغل المشروع ده من الأب بطرق غير قانونية. ولكن أنا أحب أقول إن طالما هيتضاف مشروع زي ده أو تعديل زي ده ويتحصن بقوة القانون، هيكون طبعا في غرامات وأحكام مغلظة لكل من يخالف هذه الأحكام. ناس كتير مختلفة على الموضوع ده، في ناس شايفة إن هو فعلا تعديلات في صالح الأسرة، وفي ناس تانية شايفة إن دي هتكون أعباء زي تعديل استحداث صندوق الأسرة وقانون الاستضافة. لكن خلونا نسأل السؤال الأهم هنا، هل فقط القوانين هي اللي هتمثل الرادع، ولا لازم يكون في وعي أكتر بين الأزواج؟ وإحنا بنعرض والحكم ليكم. وفي النهاية عايز أقول إن القانون بينظم المشاكل اللي بتقع بين الأزواج، ولكن بعد المشكلة، فإحنا لازم ناخد بالنا ونحاول نكون فاهمين بعض أكتر ونحل مشاكلنا بالتفاهم والحوار قبل اللجوء للحل بالقانون. ولو استفدت من الفيديو بتاعي النهاردة ما تنساش الإعجاب بالفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول.